يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. لانشون فراخ، وأنا داليا اللي باظ مني الترند بتاع لانشون الفراخ. لو أول مرة تشوفيني أتمنى ما تكونش آخر مرة. ما تعمليش لايك ولا شير، وأتمنى برضو ما تعمليليش بلوك بعد الفيديو ده. ومع بعض يلا نجهز وصفتنا. فرخة حجمها الصغير من كيلو لكيلو وربع، تغسليها كويس جدا وتصفيها من ميتها. وبالنسبة للمنكهات اللي هضيفها لمية السلق عبارة عن بصلاية كبيرة، جزراية كبيرة، 3 ورقات لورا، 4 فصوص حبهان، عود قرفة، وفصين من الثوم. وفي حلة كبيرة على نار عالية هحط الفرخة وابدأ أنزل عليها بكل المنكهات والإضافات اللي تديها طعم مميز وجميل. وهضيف مية سخنة لحد ما أغطي بيها الفرخة. وهضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود الحب، معلقة صغيرة من الملح. هغطي الحلة واسيبها لحد ما المية تغلي. وبعد ربع ساعة افتح الحلة واتأكد ان مفيش اي ريم على الوش. لو موجود ريم في مية السلق بتشيليه عشان ده بيدي ريحة زفرة. وهنسلق الفرخة كويس جدا لحد ما تتهري معايا. وبعد ما اسلق الفرخة هبدأ اصفيها من الشوربة واحطها في طبق واخليها من الجلد والعظم. وبعد ما نخلي الفرخة من العظم والجلد هنضيف لها الخضار اللي احنا سلقينه ونحطها في محضرة الطعام ونبدأ نفرمها ناعم جدا. وبالنسبة للتوابل هضيف معلقة صغيرة بهارات فراخ، معلقة صغيرة بصل بودر، نص معلقة صغيرة توم بودر، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة ملح. وهضيف التوابل. وعشان اديلها لون قريب من لون اللانشون اللي بنشتريه جاهز بحتاج واحدة من البنجر متوسطة الحجم مغسولة بقشرها. وبعد ما بقشرها ببشرها وهحطها في طبق صغير واضيف لها ربع كوباية مية واقلبه كويس واصفيه واضيف مية البنجر للفراخ عشان تدينا اللون. وهاخد كوباية من شوربة الفراخ وهي سخنة واضيف لها 3 معالق كبار من الجيلاتين واقلب كويس. واضيفه للفراخ المفرومة في الكبة وارجع افرمها مرة تانية. وبعد ما نعم الفراخ كويس هجيب ازازة واقصها من الجزء اللي فوق واصب فيها الخليط واغطيها بالاسترتش واحطها في التلاجة مش اقل من 24 ساعة عشان تتماسك وتجمد واقدر اقطعها بسهولة. وبعد 24 ساعة اتمسكت معايا هبدأ اطلعها من الازازة. وبكده بقى جاهز اني اقطعه شرايح. وهنا واجهتني اول مشكلة اني لازم اقطع شرايح تخينة عشان ما يتفرفتش مني. وتاني مشكلة انه بعد ما بيطلع من التلاجة بمدة قصيرة جدا بيبدأ يدي ملمس العجينة. وشريحة اللانشون تماسكها بقى قليل جدا. بالنسبة للطعم مش قريب من اللانشون خالص، كأنك بتاكل سندوتش فراخ. وزي أي أم مصرية أصيلة بحاول إني أكل ولادي أكل صحي. جربت الترند ده عشان أديهم لانشون بيتي صحي ومفيد. للأسف ما ادانيش النتيجة اللي كنت أتمناها. تجربة مش هتتكرر.